قصة الشيخ سعد العبد الله يرحمه، كان راد من رحلة علاج من لندن، فكانوا جايين المهنئين يهنئونه وكذا يتحمدوا له بالسلامة، وأنا كنت بالصدفة قاعدة مع أمي وقاعد نشوف تلفزيون، فلمحت أبوي بين المهنئين، فقعدت أسأل ليش ما أخذني معاه، يعني على أنه ما كان في أطفال. لما رجع على طول ناطرته كنت عند الباب، عشان تقولي له ليش ما قلت له خذيتني؟ ليش انت رحت وما خذيتني معاك؟ قال لي ما يصير لانه ما في اطفال، اخذش معي شو تسوين؟ قلت له اخذني معاك، انا بقول حق بابا سعد قصيده. انا طلبت، فقال لي تبي تقولين قصيده؟ اوكي اكتب لك قصيده. فامي يعني استغربت، قالت له من صدق يعني انت تطيعها؟ اخاف تفشلك على الهواء او كذي. كان يقول لها بشاير عمرها ما تفشلني ولا توهقني. وهالكلمه ترن باذني يعني لليوم. وفعلا كتب لي القصيده حصه وحفظني اياها بالسياره، يعني ثاني يوم واحنا رايحين بالطريق هو قاعد يحفظني. تقول القصيده لليوم انا حفظتها، تقول سلامتك يا بابا سعد وبجيتك قلبي سعد وعسى المرض ما يجيك بعد، وسلامتك يا بابا سعد. الكويت اليوم فرحتها كبيره ومعاها فرحه اهل الديره، تستاهل يا ابو فهد تستاهل يا ولي العهد، ونحمد الله يوم جابك لنا وكمل فرحنا بعيد استقلالنا. الله. فبالسياره حفظني القصيده، وفعلا حفظتها بالسياره ودخلنا القصر. ما بلغ احد ان انا بقول شعر، داشين شي بهدوء ان نسلم. ولما وصلنا عند الشيخ سعد الف رحمه عليه، قال لي يلا قولي. فكان في مصورين قربوا والتقطوا اللحظات هذه، يعني صوروها وثقوها. فكلهم استغربوا ان هذه الطفله شلون كذي جايه وكاشخه بالنفنوف.